السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تهنئة الإخاء والمحبة والولاء من أبناء الشعب اليمني الغيور إلى أبناء الشعب التركي الرائد. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فمنذ قرنين من الزمان بدأت الحركة الاستعمارية الأوروبية لبقية قارات الأرض، فقيض الله تركيا شعبا وجيشا ودولة للذود عن بلاد المسلمين وحماية أراضيها، فكانت الحارس القوي الأمين. ومنذ قرن من الزمان تآمر الأعداء المستعمرون مع عملائهم الذين خانوا دينهم وأمتهم، فقرروا التخلص من الحارس التركي القوي الأمين الذي يذود عن حياض الأمة الإسلامية بحرب عالمية، فغزوا على إثرها تركيا، وتقاسموا بعد ذلك أراضي المسلمين، وكبلوا الحارس بالأغلال والقيود، فازداد حنين الأمة الإسلامية لحارسها التركي القوي الصادق الذي عاد بنموذج رائد للحكم، قفز بتركيا إلى مصاف الدول الكبرى في وقت وجيز، فتعلقت قلوب المسلمين بالتجربة التركية الجديدة الرائدة، وعاد مكر المعتدين الذي يفوق كل خيال بالتواطؤ مع عملائهم الانقلابيين، فرأينا الدبابات والمروحيات والطائرات النفاثة والمدافع المدمرة تفتك بالشعب التركي المجاهد الأعزل، كما رأيناها تقصف بأسلحتها مؤسسات الدولة التركية. فجاء مكر الله الذي يقول في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا بأسلحة الانقلابيين تتهاوى أمام ضربات الشعب التركي بكل فئاته وأعراقه ومنظماته. سلاحهم الفعال التكبير والتسبيح والتهليل. وشيء عجيب آخر لم يقع سوى في تركيا، وهو أن الفرقاء السياسيين قد أصبحوا يدا واحدة، بل رأينا ما هو أعجب منه، وهو أن قوى المعارضة قد أصبحت بمواقفها الرصينة في صف واحد مع قوى الشعب والدولة ضد البغاة المتآمرين الانقلابيين المعتدين على الشعب التركي ودولته النموذج المحبوب. ولكن لا عجب يستغرب في الشعب التركي الذي فاجأ الدنيا بما لا يوجد في غيره من الأرض. إنه نصر الله وتأييده يستحقه المؤهلون له، كما قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونقول لجيشنا التركي الذي شرفه الله عبر تاريخ المسلمين بأن جعله حارس الأمة الأمين، نقول لهذا الجيش التركي: هذا هو مكانك عند أمتك الإسلامية، وهي في أمس الحاجة إليك الآن. ويسرني ويسعدني أن أتقدم إلى أبناء الشعب التركي الأبطال
بأسمى آيات التهنئة والتقدير والإعجاب بنصرهم الكبير الذي ساقه الله لمن يستحقه من أبناء تركيا الأبية صانعة البطولات، شعبا ودولة ورئيسا فذا محنكا. وأتقدم بهذه التهنئة الأخوية الصادقة باسم علماء اليمن وكل أبناء اليمن الغيورين على دينهم وأمتهم الإسلامية، والأتراك حيث أراد الله لهم في مقدمة الركب لأمتنا في عهدها الجديد المشرق بالحق والخير والنهضة بإذن الله والنصر على الأعداء. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخوكم الشيخ أستاذ دكتور عبد المجيد بن عزيز الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، رئيس جامعة الإيمان. والسلام عليكم